اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. وحشتوني جدا جدا. هو يا جماعة، الناس اللي أكلنا معاهم عيش وملح دول، وكان بينا وبينهم عشرة كبيرة قوي، ازاي بقت الناس بتبيع العشرة بسهولة كده، ولا كأني كنا نعرف بعض قبل كده؟ وبتلاقي الناس ديت بتحاول ان هي تشوه صورتك قدام الناس اللي بيحبوك، وبتحاول اللي هي دايما تتكلم عليك، وبتحاول تكره الناس فيك. الناس تبقى بتحبك ومش شايفة كل ده فيك، بس هما الناس التانية علشان بتكرهك بتبقى دايما عايزة تكره الناس التانية فيك، وفي نفس الوقت بتبقى متغاظة انت ازاي كل الناس دي بتحبك كده. مكرهش في حياتي يا جماعة غير الناس قليلة الأصل، الناس اللي ما بيفرقش معاها ولا عيش ولا ملح، الناس اللي دخلوا في حياتنا ويبوظوا حياتنا. بوظوها بإيه؟ بوظوها بالحقد والغل وسوء النية وسوء الظن والبص في عيشتنا والحسد علينا على أي حاجة. حتى لو مسافرين نعمل حاجة مثلا، أو نشتغل، أو بصي، حتى لو رايحين والله العظيم المستشفى، بتلاقيهم حسدونا اللي احنا رايحين بالعربية، مش رايحين مواصلات. والله العظيم زي ما بقول لكم كده. الناس بجد بقت فيها سواد في قلبها غير طبيعي. اللي بيغيظني وبيضايقني وحاسس في نفسيتي قوي بجد والله العظيم، ان الناس من زمان ما كانتش كده. ان كانوا دايما بيبقى العيش والملح ده بيبقى ليه معنى كبير قوي. يقول انا مش هرد عليك عشان انا واكل معاك عيش وملح، انا هقول لابوك على اللي انت بتعمله دوت معايا علشان خاطر انا واكل معاه عيش وملح. يعني زمان كانوا بيقدروا قوي العيش والملح ده. دلوقتي ولا فارق معاهم، ولا عيش ولا ملح ولا بط ولا فراخ ولا محشي ولا اي حاجة خالص. يعني بجد بقت حاجة غير طبيعية. البني آدم بقى يبصلك بصورة جواه، وقدامك بيظهر لك بصورة تانية خالص. فازاي؟ عايزة افهم ازاي واحد يبقى مغلول من حد قوي ومش طايقه وبيتكلم عليه وبيكره الناس فيه، ويجي قدامه يحضنه ويبوسه ويضحك معاه وكأني شيء لم يكن. اللي هم ما يعرفوش ان الناس ديت بتوصل لنا كل حاجة، وبتوصل لنا الصورة بتاعتك من ورانا كاملة. فانت ازاي بوشين للدرجات دي تبقى من قدامنا بوش جميل وبتضحك ومبتسم، ومن ورانا تبقى غلاوي وبتتكلم علينا؟ بس اللي انت مش واخد بالك منه ان اللي في جواك بيظهر على وشك. حتى لو مفيش حد جه وصل اي حاجة لينا، بيبقى باين قوي على وشك. بتكره اليوم اللي تشوفنا فيه، بتكره الوقت اللي احنا مبسوطين فيه، بتكره لينا كل حاجة حلوة، ودايما حارقين دمكم مش عارفة ليه، مع اننا بعيد وما بنتكلمش معاكم، ويعني عايزين اللي احنا نبقى في حالنا ومفضيين دماغنا منكم، لاني مش فاضيين اصلا. لقولنا وقالوا وعدنا وسوينا. والله العظيم الناس اللي بتتكلم على الناس دي ناس بجد بجد فاضية، ما وراهاش اي حاجة غير اللي هي كده تجيب كوباية الشاي وتقعد تتكلم في التليفون، تتكلم على الناس بقى اللي ايه، اللي احسن منها، الناس اللي افضل منها، الناس اللي بتشتغل وبتنتج، مش الناس الفاشلة اللي قاعدة على الكرسي ما وراهاش حاجة غير سيرة الناس. فكل اللي انا عايزة اقوله لكم في نهاية الفيديو ده، اتقوا الله في العيش والملح اللي كلتوه، اتقوا الله في الناس اللي بيعملوا معاكم معروف، مش يبقى اخرة المعروف دوت سواد. لاني دايما بقيت بلاحظ ان السواد اللي بيطلع ده ما بيطلعش غير من اقرب الناس اللي انت عملتي معاهم اكبر ما في استطاعتك. الناس اللي انت يعني وقفتي معاهم وسندتيهم وعملتي معاهم كذا موقف حلو، هم دول الناس صدقوا بقى اللي بيتكلموا علينا. هم دول الناس اللي مش طالع منهم حاجة حلوة لينا، شايفين الوحش فينا مش عارفة ليه. مع اني يعني
الحلو كله اتعمل مع الناس دي، وفي آخرتها بيتكلموا علينا وبيسوقوا سمعتنا وبيسوقوا كمان يعني شخصيتنا قدام الناس. فأنا بجد مش عارفة الناس دي ملتها ايه. دي أكيد بتبقى قلة أصل، قلة تربية، غل، حقد، فشل. يعني بيبقى فاشل في حياته، وبيبقى شايف اللي قدامه دوت ناجح، فدايما كده الشجرة المثمرة بيحدفوها بالتفاح. فبجد بجد ربنا يبعد الناس دي عننا ويخليهم في حالهم. يعني يا ريت يركزوا في خيبتهم، يركزوا في حياتهم الفاشلة، يركزوا مع عيالهم، يركزوا مع نفسهم، يركزوا في شغلهم ده إذا كانوا بيشتغلوا ولا بينتجوا ولا بيعملوا حاجة. ما يجيش للناس اللي بتشتغل وشقيانة وطالع عينيها وعاملين معاكم معروف وعاملين معاكم أحسن شيء بتتكلموا عليهم عيب. عيب قوي. ارتقوا بقى يا جماعة كده شوية، راعوا العيش والملح. استودعتكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.